سؤال من أهم الأسئلة اللي جاية لي، هاعمل إيه لو دماغي وقفت عن الإبداع في التصميم؟ يعني وهو قاعد بيصمم كديزاينر بيحس إن خلاص الأفكار أو مخزون الأفكار اللي عنده خلص وحاسس إن هو مخه عطلان خلاص مش قادر إن هو ينتج تاني. باختصار بمنتهى البساطة ده كله بيحصل لأنك مش ماشي على خطة ومش ماشي على ستايل ومش ماشي على متطلبات. تاني للمرة المليون يا جماعة، لازم تمشي على ستايل أو تمشي على طراز. هتمشي على الستايل أو تمشي على الطراز هتلاقي نفسك محكوم بأدوات معينة. التحكم فيك كديزاينر بالأدوات دي شيء إيجابي مش سلبي. طيب ليه إيجابي مش سلبي؟ لأن طول ما أنت بتصمم وأنت مرمي كده في بحر وبتاع حاجة، وأنت بتصمم وأنت عندك أسس أو عندك أصول تصميمية أنت شغال عليها، بالإضافة لمتطلبات التصميم، هو ده بقى اللي أنت بتحطه على الستايل أو على الطراز بتاعك، يطلع معاك الميكس بمنتهى السهولة، اللي هو في الآخر بنسميه روح المصمم. فيطلع روح الديزاينر بتاعك في التصميم. فانت عندك ثلاث اليات علشان تبقى بتشتغل ديزاين صح. اول حاجه ان انت هتعمل الديزاين بتاعك طبقا للطراز. تاني حاجه طبعا هتكون حاطط او دامج متطلبات العميل، وده اللي بيخلي لما اشتغل مودرن مع عميل يطلع غير المودرن مع عميل تاني. تالت حاجه روحك التصميميه او انت كديزاينر. فالعبء هنا اللي عليك كفكري بيكون التلت الاجمالي المجهود اللي بيتبذل ده. اول سؤال كان جالي وحبيت ان انا اجاوب عليه. السؤال التاني، في تولز ديكور او ستايلز ممكن تطلع جديده؟ يعني انا مش شايف في وجهه نظري لا، لان حتى الحاجات الجديده اتحطت في الكونتمبري او في المعاصر اللي هو اللي بنسميه الموضه، واتكلمت عنه كتير. فانا وجهه نظري ان صعب شويه تلاقي حاجه اسمها ستايل جديد يطلع، واي حاجه هتطلع هتلاقي ليها تصنيفات. حتى الطرز او الستايلز القديمه اللي كنا مثلا بنعملها في الالفينات او كلام من ده، هتلاقي انها ميكس ما بين تو ستايلز او ثري ستايلز او كده، فاهمني؟ فانت دايما هو دي فكره التصميم، انك بتدمج ما بين كذا فكره، بس كل حاجه باصول علشان ما تطلعش عشوائي او ما تطلعش ان انت عامل اي حاجه وخلاص. هل ينفع نعمل ميكس ما بين اكتر من لون اضاءه؟ اه طبعا ينفع نعمل ميكس ما بين اكتر من لون اضاءه، ولكن بفكره تصميميه. يعني زي المنظر اللي ورايا هنا، تسلم ايدك نسيب. زي المنظر اللي ورايا هنا هتلاقي اليونتس او الوحدات اللي هي اللي فيها الالفا فاشات زي او المكتبه اللايبراري اللي فوق دي. في عندي لايبراري فوق كده اهي، هتلاقي ليها جو اضاءه معين. السبوتس مثلا شايفين التراك لايت اللي موجود ده بيشاور على جزئيه معينه، وفي عندي الجزء اللي هنا ده بيشاور على جزئيه معينه، فتلاقي ده مود ولون، والاضاءه اللي نازله من التراك دي مود ولون تاني. فانت ممكن تعمل ده، بس بشرط انك تدي شخصيه لكل نوع ضوء منهم. ما يبقاش انا الاقي مثلا عندي هنا في اللي هنا ده اللي هو اللمبه بيضاء ولمبه صفراء، ما ينفعش. فانت بتدي هويه كامله للتصميم. اكتر واقل عدد ممكن يستخدم للالوان او يستخدم للالوان في التصميم طبقا للطراز برضه، الستايل هو اللي هيقول لك، ولكن المفروض المتوسط ثلاث الوان تصميميه، عشان انت بتدي فيه عندك لون اساسي للمكان بيشغل نسبه حوالي مثلا 40% من المكان، في 30% لون مكمل ليه، وفي 20% لون بيبقى بيكسر اللونين دول مع بعض، وممكن بتسيب ال 10% الباقيه دي للاكسسوارز والبتاع. فدي اقل او اسهل نسبه تلوين، ان انت بيبقى عندك ثلاث الوان واضحين في التصميم. ال 40% ده هو اللي انت بتخش على اساس تقول المكان ده اسود او المكان ده ابيض او المكان ده ازرق، هو ده الاساسي. فيفضل ان انت ما تطلعش بره الثلاث الوان. ولو انا جيت في فيديو قديم كنت عامل القصه دي، لو انا جيت اديت لك لون واحد وتاكد ان بيه المكان ده، مش هتغلب، مش هتفكر. طب لونين هتبدا تقول ادي مين الاولويه ومين ياخد الثانويه او الحاجه اللي اقل اهميه. طب لو ثلاثه تبدا تحتار شويه. فانت كل ما بتقلل عدد الالوان اللي انت بتستخدمها كل ما بتطلع الموضوع شكله احترافي اكتر. ولكن عيب استخدام الالوان القليل ان هو بيخليك عامل شيء تقليدي او في نوع من التقليديه. عشان كده احنا دايما نقول الستايل او الطراز هو اللي هيحكمك في القصه دي، وهو اللي هيخليك تبقى عارف تحط الالوان او تستخدم الوانك فين. دبلومه الديكور سعرها هيغلى؟ لا، الفتره الحاليه دبلومه الديكور سعرها مش هيغلى. الفكره كلها ان طبعا مع زياده او مع رفع الاسعار اللي حصل، فكنا مضطرين ان احنا نظبط شويه في سياسه التسعير. انا كنت مقترح بتسعير معين، الاداره ما وافقتش عليه وحطوا سعر اقل بكتير من اللي انا كنت حاطه، يكاد يكون 20%، اقل 20% من الرقم
او السعر اللي انا كنت حاطه. المفروض المجموعه الجايه قبل ما تسال اهو تكون شهر 5 على ما اعتقد، ولكن الموضوع ده اداري. لو حابين تستعلموا اكتر 011 40 5454 66، عشان في ناس كتير قوي بتقول لي يا باشمهندس احنا مش عارفين نوصل لك، مش عارفين نوصل للاداره. ده الرقم الرسمي الثابت بتاع الشركه. تقدر تتواصل مع الاداره يوميا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 6 بالليل. هل في تورز او ستايلز ما تنفعش في مصر؟ في تورز او ستايلز ما تنفعش في مصر، ولكن مش عشان فكره ان الستايل مش نافع كستايل وكذوق عام، وان كان ده شويه موجود بس مش هو ده السبب. علشان الماتيريالز وعشان الكومبوننتس او المكونات اللي انت هتستخدمها عشان تطلع او تبني الستايل او الطراز اللي انت عايز تعمله ده. وارد جدا تيجي تعمل ستايل او طراز ما يبقاش مرن معاك، بالتالي انت يعني مش مرن، عندك قطعه باظت ولا بتاع ولا تلفت مش هتعرف تعملها. وده اللي احنا بنراعيه جدا لما بنيجي نصمم المطاعم او الكافيهات. احنا هنعمل تيم كامل او بنعمل ايدنتي او هويه. الهويه دي لازم نبقى ضامنين انها على المدى البعيد مش اقل من 3 أو 5 سنين. نقدر لو حبينا ان احنا الاونرز يفتحوا فروع مثلا، او يفتحوا يعملوا فرانشايز او كده، يقدروا ان هم يلاقوا الماتيريالز تاني. ما بقاش انا جبت له استوردت له حاجات معينه او جبت له حاجات معينه وحكمته بيها، يجي عشان يعمل نفس السيم ده في مكان تاني ما يلاقيش نفس اللون او نفس درجه لون الدهان، تبقى كارثه وتبقى مشكله. ودي نقطه من نقاط الاحتراف للناس اللي بتشتغل تجاري. انا عشان كده بشتغل تجاري اكتر. مدى صعوبه مهنه الديكور؟ صعوبه مهنه الديكور زي صعوبه اي مهنه في الدنيا، كل مهنه صعبه وكل مهنه مش سهله، وما بيعرفش صعوبه المهنه وخباياها الا اللي بيشتغلها. ولكن الفرق الوحيد ان انت لما بتعمل حاجه انت بتحبها الصعوبه دي بتهون عليك، تبقى عندك استعداد ان انت ما تنامش عشان تقدر تنتج فيها او تبني فيها. فحابب نفذ، مش حابب ابعد. اي مجال في الدنيا انت تعمل الحاجه اللي انت حاببها عشان تقدر تدي فيها او تقدر انها تخليك تتحمل العواقب بتاعتها او تتحمل التعب اللي هي بتسببه. لان كل المهن صعبه، مفيش مهنه سهله ومفيش مهنه مش مهمه، كل مهن مهمه. وده مش كلام دبلوماسي يعني، ده كلام بجد يعني. كل مهنه فيها صعوبتها، مهما كانت انت شايف المهنه سهله ولكن يبقى ليها صعوباتها. يعني حبيت اجاوب على اكبر كم اسئله قدرت ان انا اجاوب عليه. ان شاء الله الفيديو يكون افادكم او افاد الناس اللي سالت، واكون رديت بالشكل اللي هم كانوا محتاجين يسمعوه، او اديت لهم الاجابه اللي هم كانوا بيسالوا عليها فعلا. شكرا لكم.